غلطة عمرهم إنهم استهانوا بيها، لإن رد فعلها كان أقوى بكتير من ما كانوا يتخيلوا. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها إريكا، واللي بنعرف إنها بتشتغل مذيعة راديو وبتقدم برنامج ناجح. وبعد ما إريكا بتخلص شغلها بتتصل بخطيبها الدكتور ديفيد وبيتفقوا إنهم يخرجوا مع بعض. وبالفعل في الليل الاتنين بيتقابلوا داخل حديقة اسمها بارك، وديفيد بيكون جايب معاه كلبه الوفي كورتس. ولما إريكا وديفيد كانوا على وشك إنهم يعبروا عن حبهم لبعض، فجأة اللحظة الرومانسية دي بتتقطع أول ما بيلاحظوا إن كورتس مش موجود حواليهم. وبعد ما بيفضلوا يدوروا عليه، أخيرا بيلاقوه موجود في نهاية نفق، ولكنه مش قادر يتحرك لأنه بيكون محاصر من 3 أشخاص شكلهم عصابة. ولما ديفيد وإريكا بيطلبوا منهم يسيبوا الكلب، ال3 أشخاص بيرفضوا وبيفضلوا يضايقوهم. وفي واحد منهم كان بيصور كل اللي بيحصل بالموبايل بتاعه، وكان عمال يضحك على كمية الخوف اللي ظهر على وجه إريكا وديفيد. وفي اللحظة دي ال3 أشخاص بيبدأوا يقربوا من إريكا، وبيأمروها إنها تديلهم خاتم الخطوبة اللي لابساه والساعة اللي في إيديها. ولكن إريكا بترفض وبتحاول تبعد عنهم. وفي محاولة من ديفيد لحماية إريكا وكلب كورتس، بيستجمع شجاعته وبيهجم على ال3 أشخاص بكل قوته. ولكن للأسف لأن ديفيد كان بيواجههم لوحده، ال3 أشخاص بيقدروا يسيطروا عليه في النهاية. وفضلوا يوجهوله ضربات قوية هو وإريكا، وبعدها بياخدوا كل اللي معاهم وبيهربوا من المكان. وبعد ما الشرطة عثروا على ديفيد وإريكا نقلوهم للمستشفى بسرعة علشان ينقذوهم. ولكن للأسف حالتهم بتكون خطيرة جدا بسبب كمية الإصابات اللي فيهم. وبعد 3 أسابيع أخيرا إريكا بتفوق من الغيبوبة، ولكن أول خبر بتسمعه من أم ديفيد بيحطمها تماما لما بتعرفها إن ديفيد فارق الحياة بسبب الهجوم اللي تعرض له من العصابة. والخبر ده بيكون صدمة كبيرة بالنسبة لإريكا، لأنها فقدت الشخص الوحيد اللي كان محل أيامها وكانت بتحبه من كل قلبها. وبعد ما إريكا بتتعافى المستشفى بتسمح لها بالخروج، ولكن خروجها ده كان سجن بالنسبة لها، لأنها بدأت تفتكر ذكرياتها مع ديفيد. ومع إن إريكا كانت بتحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة، إلا إنها لاحظت إنها بقيت بتخاف تخرج في الأماكن العامة، وحتى لو خرجت بيكون عندها حذر شديد من الناس اللي حواليها. ومن الواضح إن الحادث اللي مرت بيه سبب لها صدمة نفسية عميقة. وخلال الفترة دي إريكا قررت إنها تروح لقسم الشرطة علشان تقدم بلاغ عن الاعتداء اللي تعرضت له هي وديفيد، وكمان علشان تطلب منهم الحماية لأنها لسه حاسة بالخطر. ولكن وقتها الضابط ادالها رقم وطلب منها تستنى دورها. ولما إريكا قعدت منتظرة لوقت طويل ولاحظت إن محدش مهتم بيها، خرجت من قسم الشرطة على طول وراحت لمحل بيبيع أسلحة علشان تشتري مسدس وتدافع بيه عن نفسها مادام الشرطة مش عايزة تحميها. ولكن إريكا بتكتشف إنها ما تقدرش تشتري سلاح على طول، وإنها لازم تعمل الأول طلب ترخيص لحمل السلاح، والموضوع ده بياخد وقت مش أقل من 30 يوم. وأول ما إريكا بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتخرج من المحل وهي في قمة الإحباط. ولكن في اللحظة دي في شخص بيقرب منها وبيعرض عليها إنه يديلها مسدس مقابل 1000 دولار. ووقتها إريكا بتوافق بدون تردد، وبتديله الفلوس اللي عايزها وبتاخد منه السلاح. وفي الليل لما إريكا كانت بتشتري شوية حاجات من السوبر ماركت، فجأة بتشوف راجل بيخلص على مراته داخل المحل. والموظف اللي بيشتغل هناك ما كانش قادر يعمل حاجة لأن الراجل كان بيهدده بالسلاح. ووقتها إريكا خافت جدا واستخبت ورا البضاعة. بس للأسف في اللحظة دي تليفون إريكا بيرن، وساعتها الراجل بيسمعه وبيقدر يحدد مكانها. ولما إريكا حست إنها محاصرة قررت تدافع عن نفسها. وبالفعل أول ما الراجل بدأ يقرب منها طلعت مسدسها الجديد وبدون تردد داست على الزناد وأنهت وجوده. وقبل ما تمشي بتاخد لقطات كاميرات المراقبة وبعدها بتختفي من المكان على طول. وبعد شوية بيوصل محقق اسمه شون لمكان الحادث، وبيكتشف إن الاتنين ضحايا كانوا متجوزين. ومن بصمات المسدس اللي موجود جنبهم بيعرف إن الزوج هو اللي أنهى حياة مراته. ولكن اللي مش بيقدر يعرفه مين اللي خلص على الزوج. والحاجة الوحيدة اللي بيقدر يستنتجها إن القاتل شخص غير محترف، لأن من بين 3 طلقات اتضربوا على الزوج في طلقة واحدة بس هي اللي أصابته. وفي الليل لما إيريكا بتخلص شغلها وكانت راجعة لبيتها عن طريق المترو، شافت 2 بلطجية وهما بيسرقوا موبايل من شاب مراهق. ولما راجل عجوز وحفيده كانوا موجودين في نفس المترو وشافوا الموقف ده، خافوا جدا وقرروا إنهم ينزلوا في أقرب محطة. والشاب المراهق نزل هو كمان،
وما بقاش في حد في المترو غير إريكا والاتنين بلطجية، واللي استغلوا الموقف وراحوا هددوا إريكا بآلة حادة علشان يقلبوا اللي معاها، ولكنهم استغربوا لما لاحظوا إن إريكا لسه قاعدة في مكانها ومش خايفة منهم، ولما فضلوا يهددوها أكتر فجأة إريكا بتطلع المسدس بتاعها في لمح البصر وبتخلص عليهم هما الاتنين. وبعدها إريكا بتنزل من المترو بكل هدوء وبتروح لبار قريب وبتدخل الحمام بتاعه علشان تنظف نفسها، ومش بتكون حاسة بأي ندم على اللي عملته، لأن في نظرها هي بتحقق العدالة ضد المجرمين اللي بيعتدوا على الأبرياء. وبعد ما المحقق شون بيوصل لمحطة المترو وبيبدأ يحقق في الحادث بيكتشف حاجة مهمة جدا: فوارغ الرصاص اللي اتضرب على الاتنين ضحايا دول مطابق تماما لفوارغ الرصاص اللي اتضرب على الزوج في السوبر ماركت، وده معناه إن اللي خلص على التلاتة هو نفس الشخص. وبعد ما إريكا بتخرج من البار بتشوف مجموعة من الصحفيين موجودين حوالين المحقق شون وبيحاولوا ياخدوا منه أي معلومة عن الحادث، ولما شون بيتلفت حواليه وبيشوف إريكا بالصدفة بيروح يسلم عليها لأنها واحدة من مذيعات الراديو المفضلين عنده، وكمان بيطمن على حالتها لأنه عرف بالاعتداء اللي اتعرضت له هي وخطيبها. وبعد ما إريكا بتطمنه إنها بقيت كويسة شون بيطلب منها تقوله أي مواصفات عن العصابة اللي عملوا فيها كده علشان يحاول يساعدها، ولكن إريكا بترفض وبتغير الموضوع وبتقوله إنها عايزة تعمل معاه لقاء في البرنامج بتاعها. وبالفعل شون بيوافق وبيروح تاني يوم لمحطة الإذاعة وبيقابل إريكا، واللي لما بتسأله إيه أكتر قضية صعبة واجهها في حياته شون بيقول لها لغز وفاة ست اسمها كلوي، لأنهم شاكين إن جوزها مارو هو اللي أنهى حياتها لأنها كانت ناوية تفضح نشاطه الإجرامي، ولكن للأسف ما عندهمش أدلة كافية لاعتقاله. وفي الليل لما إريكا خلصت شغلها قررت تروح لمارو بنفسها، واللي كان موجود وقتها على سطح المبنى بتاعه، وإريكا سألته بشكل مباشر هو ليه خلص على مراته، ولأن مارو كان مفكر إنها صحفية وعايزة تفضحه مسك حديدة كانت جنبه وهجم عليها بكل عنف. وعلى الرغم إن إريكا اتصابت في إيديها إلا إنها استجمعت قوتها وقدرت تزقه من فوق سطح المبنى. وبعد ما الشرطة عثروا على جسد مارو لاحظوا إنه فارق الحياة وبدأوا يجمعوا الأدلة عن سبب وفاته. وفي الوقت ده المحقق شون قدر يوصل للشاب المراهق اللي اتاخد منه الموبايل واللي وصف له شكل الست اللي كانت راكبة معاهم في المترو. والمفاجأة لما شون بيلاحظ إن المواصفات دي بتنطبق على شكل إيريكا بالظبط، ووقتها بيتأكد إن إيريكا هي اللي خلصت على الاتنين بلطجية ومن قبلهم الزوج اللي في السوبر ماركت لأن فوارغ الرصاص متشابهة في الجريمتين، وكمان هي اللي خلصت على مارو بعد ما شون حكالها إنهم شاكين إنه خلص على مراته. والغريب في الموضوع إن كل الضحايا اللي خلصت عليهم كانوا مجرمين، والسبب في ده ممكن يرجع للاعتداء اللي اتعرضت له هي وخطيبها. وبعدها شون بيروح لبيت إريكا بس مش علشان يقبض عليها لأن لسه ما عندوش أدلة كافية، ولكن علشان يرجع لها خاتم الخطوبة بتاعها واللي تم استعادته من قبل الشرطة بعد ما قبضوا على واحدة من أصحاب العصابة اللي اعتدوا على إريكا وهي بتحاول تبيعه لمحل مجوهرات. وشون بيطلب من إريكا إنها تيجي معاه علشان تبص على العصابة اللي قبضوا عليهم وتشوف إذا كان حد فيهم من ضمن العصابة اللي هجموا عليها ولا لأ. وبالفعل إريكا بتروح معاه لاسم الشرطة وبيتم عرض العصابة قدامها، والمفاجأة لما بتلاقي واحد من اللي هجموا عليها موجود وسطهم فعلا. ولكن الغريبة إن إريكا بتقول لشون إن مفيش حد منهم هجم عليها، ووقتها بنعرف إن إريكا عملت كده لأنها بتخطط إنها تنتقم منه بطريقتها الخاصة. وبعد ما إريكا بتخرج من اسم الشرطة بتروح لمحل المجوهرات وبتعرف منه عنوان البنت اللي بعت له الخاتم بتاعها. ولما إريكا بتوصل للبنت دي وبتحكي لها عن الهجوم اللي اتعرضت له من صديقها وبتسألها عن مكانه علشان تروح تنتقم منه، البنت بترفض تقول لها أي حاجة. ووقتها إريكا مش بترضى تضغط عليها وبتسيب لها رقمها علشان تتواصل معاها لو غيرت رأيها وبتسيبها وتمشي. وبعد شوية البنت بتقرر إنها تساعد إريكا لأنها بنت زيها وبتبعت لها عنوان صديقها وكمان بتبعت لها الفيديو اللي صوروه العصابة وقت الهجوم. وأول ما إريكا بتتفرج على الفيديو بتنهار تماما لأنها كانت الليلة الأخيرة لخطيبها ديفيد قبل ما يرحل. وبعدها إريكا بعتت الفيديو للمحقق شون وجنبه رسالة مكتوب فيها كلمة واحدة: الوداع. وأول ما شون شاف الفيديو والرسالة أدرك على طول إن إريكا ناوية على الانتقام، فخرج من مكتبه بسرعة علشان يروح لها واتصل بواحد صاحبه علشان يدله عن المكان اللي بيجتمع فيه العصابة. وبنرجع لإريكا اللي بتكون وصلت للمكان وأخيرا بتشوف التلات مجرمين اللي دمروا حياتها
والمفاجأة إنهم لسه بيكونوا محتجزين الكلب كورتس عندهم، وفي اللحظة دي إريكا بتطلع مسدسها وبتضرب نار على واحد فيهم وبتخلص عليه، وأول ما الاتنين التانيين بيشوفوا إريكا بيطلعوا يجروا بسرعة، ووقتها إريكا بتروح تحرر الكلب كورتس وبتأمره إنه يطارد العصابة، وبالفعل الكلب بيقدر يوصل لواحد فيهم، ولكن للأسف المجرم ده كان معاه آلة حادة وبدأ يقرب من الكلب علشان يأذيه. بس قبل ما ده يحصل إريكا بتوصل في الوقت المناسب وبتضرب عليه نار وبتنهي أمره. وبعد ما إريكا بتروح تدور على المجرم الأخير اللي فاضل، فجأة بيظهر من وراها وبيفضل يخنقها بحديدة، ولما كان على وشك إنه يخلص عليها في اللحظة دي بيوصل شون وبيوجه سلاحه ناحية المجرم وبيأمره إنه يسيبها، وبسبب خوفه من السلاح المجرم بيسيب إريكا فعلا. ولما إريكا بتطلع مسدسها وكانت على وشك إنها تخلص عليه، شون بيمنعها وبيطلب منها إنها تنزل السلاح، وبيقول لها إن القانون هو اللي هيقرر إيه اللي هيحصل بعد كده. ووقتها إريكا بتسمع كلامه وبتسلمه المسدس بتاعها، ولكن بعدها شون بيعمل حاجة غير متوقعة، بيديلها سلاحه الخاص وبيطلب منها تكمل انتقامها وتنفذ العدالة. وبالفعل إريكا بتاخد سلاحه وبتخلص على المجرم على طول. ولما إريكا بتسأله هو ليه خلاها تستخدم سلاحه في قتل المجرم، شون بيقول لها لأنه هيبلغ زمايله إن هو اللي خلص على العصابة دفاعًا عن النفس بعد ما دخلوا في اشتباك عنيف، وبيخلي إريكا تضرب طلقة على دراعه من المسدس بتاعها، وبعدها تحط المسدس في يد المجرم علشان الموضوع يبان إنه حقيقي، وكمان علشان يتم تبرئتها من كل التهم الموجهة ليها، لأن المسدس بتاعها أصبح عليه بصمات المجرم. وأخيرًا شون بيقول لها إنه عمل كده لأنه عارف إنها مظلومة، وإنه متأكد إن مش هي اللي ارتكبت الجرايم دي، ولكن الوحش اللي المجرمين صحوه جواها هو اللي عمل كده. وفي النهاية إريكا بتروح لحديقة بارك هي والكلب كورتس، المكان اللي مليان بذكريات خطيبها ديفيد، وكأنها بتقوله رسالة أخيرة: أنا انتقمت لموتك. والسؤال في النهاية، لو أنت مكان الضابط هل كنت هتساعد إريكا ولا هتقبض عليها؟ وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.